في تلك الأثناء بقى بتظهر بوتان قدام تينكا وهي بتوريله المخطوطة دي. تينكا بيقولها انت تكوني مين بجد؟ بتقول له بوتان انا زيك بالظبط ببحث عن وعاء لوريتشي الثعبان العظيم. تينكا بيتصدم، بتكمل كلامها وبتقول له على فكرة مش احنا بس اللي بنبحث عن وعاء لوريتشي، ايوه في الحقيقة بقى فرقة اليامينو هي كمان هدفها الاوحد والوحيد ايجاد وعاء لوريتشي. وفي مشهد واحد بيظهر فيه كل من تينكا وابي وهم بيقولوا جملة ان عليهم ايجاد الوعاء قبل ان يعود لاوريتشي بشكل كامل، ولكن تينكا بيكون عاوز يحميه وابي بيكون عاوز يقتله، وهو ده بقى بيكون السبب اللي خلى تينكا يغادر المجموعة. بتستغرب بوتان من كلام تينكا فبيقول لها احنا هدفنا هو قتل اوريتشي نفسه مش الشخص اللي بيملك وعائه، فانا اكره القتل بدون داع. ده شكل الحوار كبير سعادتك، ولكن مين بقى اللي كان واقف وسمع كل حاجة؟ سورامارو. ايه اللي ولا بيتصدم؟ هو ايه حوار الاوريتشي ده؟ هو كل ما اروح مكان الاقي الجملة دي مرتبطة بيك بشكل من الاشكال. يا ترى ايه اللي بيحصل معك يا تينكا بالظبط وانا مش عارف عنه اي حاجة؟ بيدخل عليهم سورامارو وبيسأل تينكا عن الكلام اللي سمعه وايه حوار الاوريتشي ده، ولكن كالعادة بيتجنب تينكا الإجابة وبيسيبه وبيمشي. سورامارو بيمسك فيه وبيقول له لحد امتى هتفضل تتجاهلني؟ بيبص له تينكا وبيكون لسه هيتكلم لكنه بيرجع في كلامه على آخر لحظة. ساعتها سورامارو بيمشي والسؤال واحد شاغل باله، هو ليه مش عاوز يقول لي أي حاجة؟ هو أنا معدوم الثقة قوي كده؟ وفجأة بينده على تينكا وبياخد عهد على نفسه قدامه بإنه هيصبح أقوى منه مهما حصل. ومن بعدها سورامارو بيتدرب كالمجنون، إلا إنه كان عارف إن في حد اللي هيقدر يوصل له لوحده. في مكتب اليامينو بقى بيكونوا قلقانين من وجود حد بيدبر لحاجة في سجن الغوكومونجو، وخصوصا بعد ما سمعوا إشاعة الشيء الغامض اللي المفروض يجيبوا معاهم المساجين اللي هيدخلوا الغوكومونجو. الحاجة دي تطلع إيه؟ ما حدش يعرف. مين اللي بيجمعها ولأي سبب؟ برضه ما حدش يعرف. وعشان بقى يلاقوا إجابات الأسئلة ديت فكان ضروري يخلوا حد يتسلل الغوكومونجو ويعرف لهم مين اللي ورا كل ده. فبيقول لهم الشخص ابو قناع ده ان الشخص الوحيد اللي هينفع عليه المهمه ديت هو تينكا، وده بما انه المسؤول عن تسليم المجرمين للغوكومونجو. فبيرد عليه ابي بعصبيه وبيقول له ما تحلمش حتى نطلب مساعده الخاين ده. في الوقت ده بقى ومن حيث لا نحتسب بنلاقي سورامارو داخل عليهم، وفي وسط استغراب الكل بيطلب سورامارو من ابي انه يتخذه كتلميذه ويعلمه فنون القتال بالسيف. يا نهار ابيض يا جدعان، الواد في سبيل انه يتخطى اخوه تينكا مستعد للركوع لملقب اخوه بالخاين، ولكن من ناحيه تانية ده السبيل الوحيد اللي هيخليه يتخطى اخوه تينكا. ولكن ابي بيرميه بره وبيقول له انا اسف طلبك مرفوض. سورامارو بيقول له انا مستعد اعمل لك اي حاجه في سبيل انك تساعدني نتغلب على تينكا. ويا اسفاه كل محاولته في اقناعه ذهبت سدى. ولكن هنا واول ما كان على وشك المغادره بيظهر الشخص ابو قناع ده من العدم واللي بالمناسبه اسمه شين. فبيقول له انت قلت انك هتعمل اي حاجه مش كده؟ بدات اشم ريحه نصيبه هتحصل. في تلك الأثناء بقى بيكون تينكا عند الطبيب، وتقريبا كده والله أعلم تينكا بيكون مصاب بمرض خطير. فبيقول للطبيب إنه لازم يرتاح كويس لأن أعراض مرضه بتزداد خطورة في كل مرة. فبيقول له تينكا ما تقلقش كله هيبقى تمام. ولكن في الحقيقة هو ولا تمام ولا حاجة، بل كل الحكاية إنه بيتظاهر بكده مش أكتر عشان مفيش حد من إخواته يعرف حالته. في تلك الأثناء بقى بيكون سورامارو اتنكر في هيئة سجين ودخل لسجن الغوكومونجو. ادي حاصل اللي كنت خايف منه يا دوباماوي. سورامارو في الحقيقة عمل اتفاق مع المدعو شين ده بأنه مقابل دخول الغوكومونجو واكتشاف حقيقة الشائعات شين هيساعده في إقناع أهلي بتدريبه ده، في حين إنه لو نجا أولا يعني. بتقابل المجندة ديت ولكن مش بالأحضان، دي بتقول له أهلا بيك في الجحيم يا معلم. يا نهار ابيض يا جدعان، اما حالة يحصل بشكل بعد ما كان هو اللي بيقول الجملة دي بقت هي اللي بتتقال له دلوقتي. ومن الوهلة الأولى تقدر تقول إن المساجين هنا حرفيا عبارة عن عبيد، ولا تقول لي بقى حقوق إنسان ولا حقوق بتنجان اللي ما عدناش حتى عارفين نجيبه اليومين دول. ومن شدة التعب واحد منهم بينهار بجانب سورامارو بيبص بيلاقي المعلم ده بيقول له هو أنت هم عملوا فيك يلا اخرب بيتك عشان تبقى بالمنظر ده. ولكنه فجأة بيمسك في سورامارو وبيقول له لو كنت جبت الشيء فلازم تعرضه على السيد في أسرع وقت، مش لما أعرفه الأول عشان أبقى أجيبه. وهنا وقبل ما يعرف منه أي حاجة تنفع بيطب عليهم الحراس. وساعتها سورامارو بيكمل في طريقه وأخينا اللي شبه ميت ده بياخده وبيمشوا. بيتنادي الجندية على سورامارو باسم المجرم، ولكنه بيقع في خطأ ساذج جدا وبياخد له حبة كده عمال ما بيستوعب إن ده اسم المجرم اللي منتحل شخصيته.
الجندية بدأت تشك فيه، وعشان تقطع الشك باليقين بدأت تسأله أسئلة شخصية عنه وعن الحاجات اللي وصلته لهنا. فبيقول لها إنه بقى بيعاني من فقدان ذاكرة في الآونة الأخيرة، ومنذ صغره كل ما بيحاول يفتكر أي حاجة بيشعر بالاختناق. يا سلام، المفروض أصدق أنا بقى كده. فبتقول له أولا كده وبالصلاة على النبي، اللي أنت هببته لحد دلوقتي ووصلك لحد هنا 3 حوادث من سرقة الأسلحة ومحاولة واحدة للهرب. أما الحاجة التانية بقى، المكان ده ما بيدخلهوش غير اللي تلوثت أيديهم بالدماء، على خلافك أنت اللي مش حاسة منك بأي هالة خبيثة. يخرب بيتك يا شيخة، إيه الحواس اللي عندك دي؟ بتقرب منه بتقوله أنت مخبي إيه؟ وفي نفس اللحظة دي بيظهر أحد الحراس وهو بيجوره نوته اللي بيكونوا عدم العافية. ولكن الغريب إن أول ما بتشوفهم بتسيب سورومارو وبتروح ورا الحارس ونوته. يا ترى إيه الحكاية؟ في الوقت ده بقى بيكون تينكا اكتشف حقيقة كل اللي بيعمله سورومارو من شاتورو. بيجي على نفسه رغم تعبه وبيستعد عشان يروح يرجع سورومارو. شيراسو بيوقفه وبيقول له ذهابك بحالتك دي انتحار. وفجأة شيراسو بينحنى لتينكا وبيقول له اسمح لي إن أروح أنا مكانك. تينكا بيقول له أنا كم مرة قلت لك يا شيراسو إن علاقتي أنا وأنت مش علاقة سيد بخادم. فبيقول له شيراسو هي دي حياتنا كنينجا من الفومة يا تينكا. حتى لو أبيدت عشيرتي أنت الوحيد اللي مدت لي يد العون، كنت أنت الوحيد اللي ساعدني في وقت ما الكل أدار ظهره ليا. استعملني يا تينكا، أنت عارف قوتي وعارف إن في مقدرتي إن أرجع سورومارو. وفي مشهد عظيم بينحني له تينكا هو كمان وبيقول له مش بطلب منك الطلب ده بصفتي سيدك ولا بصفتك نينجا من الفومة، بل بكونك صديقي المقرب. من فضلك يا شيراسو انقذ سورومارو. في تلك الأثناء بقى بيكون صاحبنا سورومارو بيتنصت على حوار ناوتو واللي معاه في الغرفة دي، وهو بيكتشف إن اللي كان ورا خطة ناوتو في الأساس الشخص الغامض اللي معاه، وكمان بيكون العقل المدبر ورا الإشاعات بخصوص جمع الشيء واللي طلعت في الأخير زهرة الخشخاش. ولكن وقبل ما يعرف بقية خطتهم أو سبب جمعهم للزهرة دي بيقفش الحارس ده. مساء الفل يا معلم، بتعمل ايه هنا؟ ده انت نهارك ازرق، اطلع يا عم نوتو وادخل مكانه يا عم سورومارو. بيتفاجئ نوتو لما بيشوفه وبيديله تحية صغيرة كده من تحت لتحت وهو بيمشي. في الوقت ده بقى الشخص المجهول ده بيرحب بسورومارو وبيقول له اعتبر نفسك في بيتك، احنا بص هنا كلنا كده عيلة واحدة بنتشارك نفس الأخطاء وهنعيش نكفر ذنوبنا في نفس الجحيم مع بعض. وأول ما سورومارو بيشوف وشه بترجع له حالة الهلع من جديد. سورومارو بيقول له كنت انت مش كده؟ كنت انت الشخص اللي قتلهم مش كده؟ يا نهار ابيض يا جدعان، يا ترى ايه اللي اكتشفه سورومارو؟ وعلى الجانب الاخر بقى بيكون تينكا بيصارع في مرضه وبيقول في باله انت يا سورومارو كنت دايما بتقول اني بتجاهلك بسبب ضعفك مش كده؟ ولكن في الحقيقه في حين انك بتزيد قوه يوم عن يوم مقدر يجي اليوم اللي مش هتكون فيه بحاجتي، وفي الوقت ده الشخص اللي هيتم تجاهله هيكون انا. والصدمة بقى ان بيظهر على تينكا علامات التحول على جسمه. لا 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 لا، ما تقوليش ان تينكا هو وعائل اوريتشي. في تلك الاثناء بقى بيكون سورومارو ماسك في الراجل ده وينزل فيه هاتاكي ضرب على اخره، وفي غمضة عين وقبل ما تعرف حصل ايه بيكون سورومارو هو اللي متشعلب برقبته في ايديه وبيقول له للاسف كنت بحاول ما اقتلكش بما انك اصبحت فرد من العيله. وهنا ومن جديد بيتكرر نفس المشهد اللي حصل في الماضي من 11 سنة، اليوم اللي ابتدت فيه كل الأوجاع والأحزان، اليوم اللي فقد فيه سورومارو معنى الحنان، اليوم اللي اتولد فيه الأسطورة اللي عوض كل الفقدان والحرمان، وهو نفس اليوم اللي حصل فيه المشهد اللي بتشوفه الآن. اليوم ده فقد فيه سورومارو كل الأحباب، ومين في الدنيا هيعوضك عن فقدان الوالدان؟ اليوم ده اللي تسبب فيه سورومارو باللي وصل ليه أخوه تينكا الآن. هتقولي ازاي؟ شوف واحكم بنفسك يا مان. اليوم ده اللي وصل سورومارو لحالة الضعف والهوان. الله عليا، شاعر ولا شوقي في عز شبابه حتى. المهم ببسيط العبارة كده، مسكة الشخص ده لسورومارو بالمنظر ده ما بتحصلش لأول مرة، لأن المرة الأولى كانت في المجزرة اللي حصلت لعشيرة الكومو من 11 سنة. في المجزرة دي فقد سورومارو كل من أبوه وأمه على إيد الشخص ده حتى سورومارو هو نفسه كان هيفقد حياته على إيد نفس الشخص لولا تدخل تينكا في الوقت المناسب. عمنا سورومارو بقى يهمد ويسكت ويسيب تينكا يتعامل؟ قال لك لا، بيسحب السيف اللي قده مرتين ده وبيندفع بشكل أهوج على القاتل، والقاتل طبعا ما بيهزرش، وفي أجزاء من الثانية لولا تدخل تينكا للمرة التانية لكان سورومارو بقى حتتين في قبره دلوقتي. ولكن زي ما انت شايف كده التمن كان غالي قوي. سورومارو بينهار لما بيشوف حالة تينكا، لكن تينكا برغم كل الألم وكل اللي بيعانيه بيطمن سورومارو ويقوله ما تقلقش، أنا معاك ومش هسيبك لوحدك يا سورومارو،
كله هيبقى تمام يا سورة، بس وريني ضحكتك انت بس. يا الله، لحظات تدمي القلب حزنا. حتى مع قاتل بدم بارد زي ده اكتفى بس بالمشاهدة، وفجأة بيقول لهم لو كنت هتلوموا حد فلعنوا حقيقة كونكم من الكومو، وبيسيبهم وبيمشي مع كلماته اللي تخليك تتساءل عن ماهية وأصل عشيرتهم المدعوة بالكومو دي. في وقتنا الحاضر بقى بينهار سورومارو بعد ما اكتشف حقيقة كل الحاجات اللي خباها تينكا عنه، وبعد فترة من رجوعه لزنزانته بتجيله الحارسة دي من تاني وبتهدد سورومارو بفتح هويته لو ما قالهاش عن هوية الشخص اللي شافه هناك، وده لأن المشرف المسؤول عن المجرم صاحب قناع الثعلب منع أي حد يعرف أي حاجة بخصوصه. هي إيه الحكاية؟ فبيقولها سورومارو إن واحد بشعر أبيض وقناع ثعلب بعيون بنفسجية. أيوة يا دبماوي، إنها الفومة. ولكن ومن نوادر الصدف إن القدر يجمع بين اتنين تجرعهم من نفس ذات الكاس. أيوة، بتكون هي برضو أحد الضحايا اللي أبيدت عشيرتها بالكامل على إيد صاحب قناع الثعلب. وهنا ولما اكتشف سورومارو الحقيقة دي قال لها هو كمان على كل حاجة، فبتقول له لو كنت عاوز تنتقم أنا مستعد أن أساعدك، ده السبب الوحيد اللي عشت حياته عشانه، خلينا ننتقم سوا بما إننا بنتشارك نفس المصير. بيتردد سورومارو وقبل ما يقول حاجة بيحصل انفجار مفاجئ بيزلزل المكان كله، وبسببه شوية مساجين عرفوا يهربوا من زنازينهم، وبقى كل واحد فيهم ماشي بيوجب مع اخوه المسجون اللي جنبه. ما هي بقت هيصة بقى، بس الغلابة ما كانوش يعرفوا اللي مستنيهم. هوب اهو جالهم اهو، وصدق او لا تصدق عمنا كده طلع بيعرف يقاتل. لو ايه الواد جمدان. في تلك الاثناء بقى بنلاقي اللي بيسحب سورومارو ورا واحلى سبرايز ده ولا ايه؟ ايوه، كل الهرج والمرج ده بفعل شيراسو اللي اتنكر في شكل حارس واستغل لحظه انشغال الحراس عشان يعرف ينقذ سورومارو. ولكن الموضوع ما وقفش لحد هنا. قبل المغادره سورومارو بيطلب من شيراسو انه يروح ويقابل صاحب قناع الثعلب للمره الاخيره، وبالفعل سورومارو بيروح له وبيمس عليه بنيه كده على الماشي، وبيقول له اوعى تفتكر انها سامحك على اللي عملته من 11 سنه. انا سورومارو، انا هو الشخص اللي انت قمت بقتل والداه، وانا هو الشخص اللي هيعاقبك على كل اللي عملته. اوعك تفتكرني زيك، انا مش غبي كفايه عشان اضيع كل حاجه من ايدي لمجرد انتقام. اما انت هتكمل بقيه حياتك هنا متحمل كل الخطايا اللي تلطخت بها يداك. هو بيسيبه وهو بيمشي. شيراسو بيقول له عاش عليك يا بطل والله. هو ده الكلام. والظاهر ان شيراسو كان عارف كل حاجه ومخبي هو كمان، ولكن وقتها سورومارو كان بيفكر في قد ايه اخوه تينكا كان متحمل كل الحاجات دي لوحده وساكت طول الفتره دي، وقد ايه مهما بلغت بيه الصعاب كانت ضحكته دايما مش مفرقاه، على خلاف سورومارو اللي وقع في اليأس مع اول اختبار. سورومارو على طول بيسيب شيراسو وبيمشي، والمفاجاه انه بيروح للحارسه من تاني وبيقول لها ما تخليش الانتقام يا ميكي، ما تخليش شخص زي ده يتحكم في حياتنا ويخليها أسوأ، خلينا نبدأ من جديد، لأن عاوز أبقى قوي كفاية عشان أقدر أضحك مهما بلغت الصعاب. سأعيش وأضحك. بشكرك على مساعدتك ليا في البداية، ودلوقتي هدفي إن أكون قوي كفاية عشان أقدر أساعد وأدعم كل اللي بحبهم. وهنا وأخيرا بعد كل المعاناة دي بتبدأ ترجع كل الأمور لمجاريها من جديد. وبعد سورومارو لأحضان قريته كان منتظره حوار عميق هيكشر عن ملامح المستقبل الغامض. في المساء بقى وبعد العتاب وتأسف سورومارو على اللي عمله بيحذروا تينكا من التورط مع اليمينو، وأفضل مثال لصدق كلامه رحلته في أعماق الغوكامانجو. فبيقول له سورومارو أنا عارف إن كنت أناني بعملتي دي، وعارف إنك كنت دايما بتحاول تحميني زي ما حصل بالظبط من 11 سنة، سيبتك تتحمل كل العبء لوحدك، ولكن مش إحنا عيلة؟ ليه بقى مش بتعتمد على حد فينا ويشيل كل العبء لوحدك؟ هو صحيح شطر وما يعرفش حاجات كتير لكنه لسه بيتعلم، وأنا برغم ضعفي إلا إني بتدرب بسيفي ليل نهار عشان أقول بفخر إني من الكومو، وأنا لسه عندي وعدي وهتخطاك يا تينكا. تينكا ما بيكونش مصدق قد إيه التجربة دي خلت سورومارو ينضج، وقد إيه كان التغير كبير في شخصية سورومارو اللي ما كانتش في الحسبان. ولكن على غرار اللي بيحصل هنا كانت في حدوتة كبيرة سعادتك بتحصل مع شيراسو وبوتان، واللي بصراحة كده بتدور حواليهم شبهة كبيرة. في البداية شيراسو بيحذر بوتان من الإضرار بأي شكل من الأشكال بتينكا وإخواته، ولكن كان السؤال من بوتان على النحو الآتي: ايه اللي هيخلي واحد من الفومة المشهورين بالدم البارد يهتم قوي كده بالكومو لدرجة انه يكون مستعد بالتضحية بنفسه؟ ولكن كانت الإجابة صادمة بكل المقاييس. شيراسو بيقول لها عصر الفومة انتهى منذ زمن، بل في الواقع تم قتلهم على يد طفل واحد فقط
العشيرة اللي أرعبت من في الأرض جميعا على مر العصور وبيدت بالكامل عن بقرة أبيها في ليلة واحدة بس. في الليلة دي تم محي اسم الفومة كليا من هذا العصر، ولحد النهاردة بسبب لون عيوننا وشعرنا المميز تمت مطاردتنا إلى أقاصي الأرض. حتى محاولتي في الانتقام كنت عارف نهايتها هتكون عاملة إزاي، ولكني ما قدرتش أتراجع لأن ده السبب الوحيد اللي فضلت عايش حياتي عشانه. ومع فقداني للسبب ده ما كانش فاضل لي حاجة تانية تخليني أفضل متمسك بالحياة لغاية ما ظهر الأشخاص دول في حياتي. ودلوقتي أنا ما أعرفش أي مكان تاني أقدر أسميه بالمنزل غير المكان ده. والآخر مرة هقولها لك، ما اسمعكيش تناديني باسم الفومة من تاني. أنا دلوقتي من نينجا الكومو. وتم بتبصله كده بنظرة خيالية من التعبير ما تخلكش تفهم هي كانت بتفكر في ايه ساعتها. ولكن الحاجة اللي مش قادر استوعبها لحد دلوقتي ان الطفل اللي ابتها عشية الفومة عن بقرة ابيها احد افرادها اصلا صاحب قناع الثعلب. الواد ده تخصصه قتل عشاير ولا ايه الحكاية بالظبط؟ في سر خطير ورا مجنون القتل ده اكيد. ولكن يا الحبيب مش دي المفاجأة خالص. فاكرين دي؟ ايوه، الحارسة اللي ساعدت سورامارو في سجن الغوكامونجو على غير المتوقع بتظهر امام شيرازو. لا 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 لا، المفاجأة لسه جاية لانها كمان كانت متنكرة ومخبية هويتها الحقيقية. مش عايزك تسرح بخيالك لانها بتركع امام شيرازو وبتقوله لقد مضى وقت طويل، لقد كنت ابحث عنك ايها القائد السيد العاشر فوما كوتارو ساما. أنا عارف إن في جبل أسئلة على طرف لسانك ومتأكد إنك مش عارف تسأل عن إيه ولا إيه، ولكن هبلغك بخبر مش لطيف خالص. للأسف نواتو قدر يهرب من الغوكامونجو وتقريبا كده في يد خفية في الموضوع. فيا ترى إيه هي نوايا شيرازو بالظبط؟ أسيبك بقى مع الفيديو ده تصبر بنفسك لغاية ما نجهز لك الجزء الجديد. وعلى فكرة محتاج دعمك جدا، وده لو بكلمة حلوة حتى. ما تعرفش قد إيه بفرح بتعليقاتكم أوي. وبس كده، كان معاكم محمد سالم ودمتم في رعاية الله.